ده ونمشي من القرن ال15 وننط على القرن ال16. الاتراك جا دورهم عشان يحتلوا مصر. ما هي مصر كانت مالقه، اي حد معدي كان بيحتل مصر. يعني انت عندك كام احتلال؟ يا عثمانيين، امويين، اغريق، انجليز، فرنساوي، احنا ما فيش حد ما احتلناش. وطبعا الاتراك لما دخلوا مصر ما دخلوش وايديهم فاضيه، جابوا معاهم قهوه تركي، القهوه الرايقه المطحونه اللي بتتغلى في الكنكه كده مع ميه بسكر، سيبها تطلع ريحه في المكان كله، تحس ان ريحه البن كده بتحضنك. اصل الاتراك او العثمانيين اول ما جم مصر شافوا القهوه العربي اللي المصريين بيشربوها، قله من المصريين بيشربوها، قال لك ايه ده؟ هي دي قهوه دي ولا انتوا شفتوا قهوه؟ تعالوا بقى نعلمكم اصول القهوه. ومش بس كده، افتح لي يا ابني اول مقهى، اول كافيه، اول قهوه بلدي اتعملت في القاهره سنه 1554، وكانت ما بتقدمش غير قهوه تركي. وطبعا بعد افتتاح اول قهوه اللي باي ذا واي كانت في الزمالك، ابتدت بقى سلسله من القهاوي تتفتح، كان في الوقت ده اسمها مقاهي البن او قهاوي البن. بس